السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الناس الطيبة وكل الناس اللي قلوبها صافية وجميلة. ازيكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل غدا ايه؟ هنعمل اكلة جميلة ومفيدة، واكيد انتوا عرفتوها من شكل السمك اللي في الطبق، وهي التونة او المكاريل. سمكة التونة دي انواع. في نوع منها مليان شوك جدا ومش يعني مش مستحبة يعني. وفي نوع كده حلو ونضيف قوي زي النوع دوت، هو غالي، كيلو عامل 70 جنيه. حلوة وجميلة، بتاخديها تنضفيها زي ما انت شايفة كده. مفيدة قوي للولاد الايام دي عشان الامتحانات، دخول امتحانات نص السنة. ومغذية جدا ومفيدة جدا، وفيها اوميجا 3 وكل حاجة حلوة. يلا بينا نشوف المكونات اللي هنعملها بيها بإذن الله. وحبايبي جبنا المكونات بتاعتنا اهي، وحضرناها وقطعناها تقطيع صغنن جدا، وهي عبارة عن قرن فلفل حامي على بارد، طماطم معمولة مكعبات صغنطوطة جدا، خضرة عندك شبت، بقدونس، كزبرة حطي، انا كان عندي بقدونس حطيت من خرطت منه. اللهم صل على سيدنا محمد. وعندي هنا جزرة مبشورة وبصلاية وسط متخرطة زي ما انتوا شايفين. وهنا عندي شوية ورق كرفس بيدي طعم حلو وريحة حلوة أوي للصينية. هنا كمون وتوم وملح وليمون وخل وزيت. يلا بينا بقى يا حبايبي هنشوف هنعمل ايه بإذن الله. هنا حبايبي جبت طبق وهاخد فيه نص كمية كده التوم، شوية كمون وشوية ملح وحبة عصير ليمون وندعق من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبهم كده بايدي كده مع بعضهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين الريحه والحلاوه والطعمه؟ هنعمل ايه؟ عايزه اطعم السمك الاول ده واديله التطعيمه بتاعته كده. خلاص كده حبايبي تبلناه وشربناه من التتبيله بتاعتنا. هنجيب بوله كده عسل، نحط فيها البصل بتاعنا والبقدونس والفلفل الحامي على البارد والطماطمايه والجزرايه. هنحط عليها الزيت ده، هنحط الليمون وهنحط الخل بتاعنا، وهنحط بقية التوم بتاعنا ده والكرفس والكمون والملح، وهنقلب تقليبة حلوة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ندعكيهم كده في قلب بعض. هنجيب بقى يا حبايبي الصينية بتاعتي اهي، وهنحشي بقى ايه بالحشوة العسل دي السمك. كده حبايبي عملنا الصينية، وهنحط بقى بقية الحشوة الجميلة دي على الصينية كده، وهندخل كده من تحتها. والصينية بتاعتنا بقت جاهزة اهي، وهندخلها الفرن وهنشوف هنعمل جنبها ايه. ويلا بينا كده حبايبي. خلصنا معانا صينية التونة الجميلة اللي معمولة بالخضار كله المشكل، البصل، البقدونس، الجزر، الكرفس، الثوم. فيها مكونات كتيرة مفيدة جدا لأطفالنا وما داخلين على الامتحانات. وعملنا السلطة الخضراء معانا، وعملنا سلطة الطحينة والعيش. وبألف هنا وشفا على قلوبكم وعلى اللي بيتفرج وعلى اللي هياكلها. ولو ما اشتركتيش في قناة ست الدار فضلا وليس امرا تشتركي في قناة ست الدار، وتعملي لايك لو ما عملتيش ونسيتي. واشوف وشكم بخير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.